عمرك حسيت إن أنت بتجري ناحية النجاح، بس أول لما تقرب منه تلاقي نفسك مرة واحدة كده بتفرمل؟ يعني مثلا أنت بتذاكر وبتشتغل وتبني وبعدين فجأة كده تبدأ تسوف، تتأخر، تبوظ الحاجة بإيدك، أو تلاقي نفسك بتقول مش وقته، لسه بدري، مش جاهز. المفاجأة إن ده مش دايما بيبقى خوف من الفشل، ساعات بيكون الخوف من النجاح نفسه. تخيل. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها رغبة النجاح. ليه ناس كتير بجد بتتمنى النجاح بس ما بتستحملش يعني المسؤوليات اللي بتاعته، وليه المسؤولية دايما بتعمل ضغط نفسي خفي، وليه منطقة الراحة بتبان آمنة حتى لو هي مؤلمة. وفي الآخر هديك كالعادة يعني خطوات عملية تكسر بيها الخوف ده. يعني إيه رهبة النجاح؟ رهبة النجاح ببساطة إنك تخاف من اللي هيجي بعد ما تنجح. مش النجاح كصورة حلوة، لأ، النجاح كتغيير حقيقي في حياتك. توقعات أعلى بقى، ناس بتراقبك، مسؤولية أكبر، منافسة أقوى، قرارات لازم تتاخد. في ناس بتفتكر إن المشكلة عندها إن هو الكسل أو مثلا قلة الشغف، لكن الحقيقة إن دماغهم بيشوف إن النجاح ده كأنه خطر جديد. الفشل بالنسبة لدماغك ممكن يبقى مألوف، عارفه ومتعود عليه وعارف أنت هتتصرف إزاي بعديه. إنما النجاح أرض جديدة بقى، مش كل الناس بتحب المجهول، ويعني كلام من ده. طيب خليني أديك مثال. إن واحد مثلا عايز يعمل قناة يوتيوب. طول ما هو لسه بيبدأ الدنيا سهلة، هو بيجرب ويغلط، محدش مركز. لكن أول لما فيديو ينجح فعلا يطلع صوت جواه يقول طب دلوقتي بقى لازم كل فيديو ينجح، لازم المستوى بتاعي يفضل عالي، الناس هتستناك، ولو وقعت مرة هتتهان. فيقوم يعمل ايه بقى؟ يختفي، يأجل، يكسل. مش لأنه مش عايز، لأنه مرعوب من إن هو يدفع التمن ده. إيه كمان خلي بالك إن في حاجة اسمها يعني النجاح بيجيب معاه مسؤولية، والمسؤولية ساعات بتبان في دماغنا كسجن لطيف. يعني بدل ما تقول أخيرا نجحت، هتلاقي عقلك مثلا بيبدأ يقول لك خلاص، مفيش رجوع بقى، انت لازم تفضل في المستوى ده، ما ينفعش نرجع لورا، لازم ما تغلطش، لازم تبقى قد الصورة، لازم يعني الناس رسم لك صورة معينة كده، فانت لازم تبقى قدها. وده بيعمل ضغط نفسي خفي، لأن هو مش بيتقال بصوت عالي، ده بتبقى حاجة جواك. محدش هيجي يقولك أنا خايف أبقى مسؤول. يعني أنت لما تقعد تتكلم مع أي حد عمره ما هيقولك كده، هتلاقيها طالعة في سلوكيات. يعني تسويف قبل خطوة كبيرة، خوف من الظهور، تهرب من الفرص، أو تكسير في النفس، اللي هو إيه، تبقى قاعد يقولك لا أنا يا عم أنا مش جاهز. طيب كمان النجاح ساعات بيهدد علاقاتك. في ناس بتحس ان انت لو نجحت اكتر من يعني اكتر من اللي حواليا هيغيروا، هيحسدوا، هيتريقوا، او هيتهموني بقى ان انا اتغيرت. فهتلاقي الشخص لا اراديا بيفضل على قده كده علشان ما يخسرش الناس اللي حواليه بشكل او باخر. طيب كمان في حاجة مهمة جدا، واحنا ليه بنحب ان احنا نفضل في منطقة الراحة؟ على فكرة منطقة الراحة مش دايما مريحة ولا حاجة، هي بس معروفة، العقل بيحب الحاجة المعروفة كده حتى لو هي متعبة، لأنه على الأقل متوقع إن يعني متوقع إيه اللي هيحصل. النجاح بيحطك في دايرة جديدة وناس جديدة ومعايير جديدة وتحديات جديدة، وبصراحة ده بيخوف. في كمان سبب مهم، بعض الناس جواهم اعتقاد قديم إن هما ما يستحقوش. يعني مثلا أول لما النجاح يقرب بيطلع له صوت يقول له انت مين انت عشان تنجح؟ انت هتتبسط ليه؟ اكيد مش هيتشاف ان انت، او مش هيتشاف ان انت على قد كده يعني. ده اللي بيخلي الشخص يهرب قبل ما يوصل، كأنه هو بيختار الخسارة بإيده علشان على الأقل الخسارة دي تبقى يعني تحت سيطرته بشكل أو بآخر طبعا يعني. طيب تعالى أقول لك إيه هي علامات إن أنت تكون خايف من النجاح. لو لقيت نفسك بتعمل كذا، فممكن يكون ده خوف من النجاح مش من الفشل. ماشي. أول حاجة إن أنت بتسوف بالذات قبل الخطوات اللي هتنقلك نقلة كبيرة. تمام. بتكمل كويس قوي لحد مستوى معين وبعدين فجأة تقف، بتقلل من إنجازك وتقول عادي يعني، حتى لما تبقى أنت عملت حاجة كبيرة، كل حاجة اللي تحققها من فضلك.
بتخاف تظهر أو تتشاف مع إن أنت شاطر، كمان بتهرب من فرص أكبر منك بشوية رغم إن أنت فعلا تقدر تعمل كده. المهم هنا إن أنت ما تتهمش نفسك، يعني دي مش عيب، يعني دي حاجة اسمها الجسم بيعملها آلية حماية، بيحميك، هو شايف إن هو بيحميك. طيب إيه هي بقى الخطوات لكسر الخوف من النجاح؟ تعالى بقى للجزء العملي كده. هديك 4 خطوات بسيطة لو مشينا عليهم هتلاحظ الفرق. أول حاجة، لازم تسمي الخوف بالاسم الحقيقي، يعني اسأل نفسك بصراحة أنا خايف من إيه لو إن أنا نجحت؟ هل مثلا أنا خايف من توقعات الناس، أو أنا خايف من إن يدوني شغل زيادة، أو من الانتقاد، أو أن أنا أفقد علاقتي بحد؟ مجرد ما أنت بتسمي الخوف بيظهر، لأن هو خرج خلاص من الضباب للنور. تاني خطوة مهمة جدا إن أنت تحول النجاح لدرجات، مش نقطات كده بتسبب لك خوف. احنا شايفين النجاح على ان هو نقلة واحدة للأبد، لا، بدل الفكرة دي بخطوات صغيرة. بدل مش لازم تقول انا لازم ابقى رقم واحد، انا بس هحسن 10% من مستواي الشهر ده. بدل ما لازم اعمل المشروع كامل انا هعمل نسخة تجريبية بسيطة جدا. الدماغ بتستحمل التدرج، ما بتستحملش النطاط. تالت حاجة، اتفق مع نفسك على هامش الغلط. قول لنفسك لو أنا نجحت عادي أغلط، يعني مش لازم كل مرة أبقى أنا ناجح 100%. الناس الكبار ما بينجحوش عشان هما مش ناجحين لأن هما ما بيغلطوش، ناجحين لأن هما بيعرفوا يرجعوا بعد الغلط من غير ما يجلدوا نفسهم. كمان في جملة عملية جدا، الاستمرارية أهم من المثالية. أنا بعمل كده على فكرة في القناة دلوقتي. دي جملة بتقص جناح الناقد الداخلي اللي بيربط النجاح بالكمال. 4 نقطة، استعد لتبعات النجاح بذكاء. بدل ما تهرب من المسؤولية اللي هترمي عليك اجهز لها. لو النجاح هيزود الشغل حدد نظام، مواعيد تقسيم الشغل أو تقسيم المهام، الراحة. لو النجاح هيزود الظهور حضر ردودك على النقد، ومين تسمع له ومين تنفض له، مش كل الناس بتقول كلام يستحق الرد عليه يعني. لو النجاح هيغير علاقتك بالناس اختار دايرتك، خليك واضح دايما في حدودك. لما تبقى مستعد النجاح بيبقى أقل رعب، لأن هو خلاص ما بقاش مجهول قصدي. الخوف من النجاح مش معناه ان انت مش طموح، بالعكس، ساعات معناه ان انت فاهم ان النجاح مش صورة، ودي مسؤولية وتغيير كبير. بس الفرق بين اللي هو بيكمل واللي بيقف ان اللي بيكمل بيتعامل مع الخوف كإشارة مش كفرامل. فخد بالك. اكتب لي بقى في التعليقات تحت ايه اكتر مسؤولية للنجاح بتخوفك، مثلا المسؤولية بشكل عام، كلام الناس، الفشل بعد النجاح. اكتبهم لي تحت في الكومنتات. ولو الحلقة دي ساعدتك اعمل لي لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، لأن الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي تحول الخوف لطاقة فعل من غير جلد ذات ولا ضغط زيادة. أشوفك على خير. سلام.